أعزائي مشاهدي اليوم السادس أهلا بيكم. احنا مواعيدنا اتغيرت السنة دي، ده السيزون الجديد بتاعنا اللي هو بيبتدي في شهر 6. السيزون بتاعنا كان مواعيدنا قبل كده لو تفتكروا كان كل أربع من كل أسبوع. دلوقتي غيرنا المواعيد وبقينا كل اتنين من كل أسبوع. والنهاردة في أول حلقة في السيزون الجديد بيشرفني يكون معايا الأستاذ ألبير فهمي. أهلا بيك يا أستاذ ألبير. أهلا بيك يا أمل. وهنتكلم النهارده عن مهرجان التراث المصري اللي بيتعمل في شهر 7 من كل عام. أستاذ البير أهلا بيك في اليوم السادس. أهلا بيك. أنت شرفتنا كتير قبل كده الله يخليك الله بمداخلات يخليك الله يخليك. ولا كان ليك حلقة كنت بتشارك فيها معانا في اليوم السادس من زمان خالص في أولى حلقات اليوم أيام السادس. ما كان في اتجاه لعمل مظاهرات أمام البيت الأبيض. ده أنت فاكر الحلقة، طبعًا مش فاكر الtopic بس لا أنا فاكر أنت التوبيك كنت طبعا طبعا. عملت topic كان عمل مش عارف 30,000 مشاهدة وحاجات كده. كان الevent قوي وقتها اللي ده إحنا كنا حقيقي ده بنغطيه حقيقي زمان. أنت دايما برامجك الحقيقة بتمس مواضيع مهمة جدا للناس، وأنت ليك روح كده يعني مميزة. الناس بتحب تسمعك في البرامج بتاعتك الله يخليك يا أستاذ البير. وأنا منهم. أستاذ البير عضو مجلس إدارة هيئة التراث الهيئة الكندية ومنسق للتراث الهيئة المصري. التراث الهيئة الكندية للتراث، والمسؤولة عن تنظيم الفعاليات الخاصة بمهرجان التراث المصري اللي بيتعمل في شهر 7 في كندا. طبعا شرف كبير لينا إن إحنا كمصريين نشوف إنه علم مصر واسم مصر بيترفع بيتعرف بيه في كل الهيئات وكل الأوجه اللي ممكن تشترك في أنشطة في كندا. هنعرف إيه اللي بيحصل وإيه الجديد السنة دي في مهرجان التراث اللي بيتعمل للمرة الكام كده، دي الفعالية رقم كام؟ خمسة. دي الخامسة. اه خامس سنة. ابتدت من 4 سنين فاتوا، 2019. وكانت ومرت بالكوفيد، يعني حتى لما اتعملت دخلنا في مهرجان التراث بالكوفيد، وكان كل الفعاليات في الزوم وقتها أنا فاكر. أنا فاكر بالزوم وبالفيرتشوال، آه، والحقيقة اتعمل فيها شغل يعني كان هيوج، لدرجة إن أحد الإعلاميين الكبار في مصر قال لنا أتحدى قناة فضائية تعمل اللي أنتوا عملتوه ده في شهر. طب قُل لنا بقى جات الفكرة إزاي؟ يعني جات لنا فكرة إزاي إن إحنا عندنا شهر بيتعمل فيه فعاليات بنعرّف إحنا فيه كمصريين كنديين أو مقيمين في كندا ب التراث المصري الحضارة المصرية والتفاصيل الجميلة اللي إحنا بنحب دايمًا نتكلم عن بلدنا وسط كل الكنديين. الحقيقة هي بداية ما نقدرش ننساها أبدا. إمم. في سنة 2018 لما تولى النائب شريف السبعاوي عضو برلمان من أصل مصري، ولأول مرة في تاريخ كندا. بنوجه طبعًا تحية طبعا للنائب تحية شريف خاصة. سبعاوي عضو البرلمان في أونتاريو عن دايرة إيرين ميلز وميسيساجا إيرين ميلز. الحقيقة هو مجرد ما تولى هذا المنصب عمل هذه المبادرة واللي ما كانتش تخطر على بال حد وغير مسبوقة في العالم كله، إن يكون فيه إنه يقدم مشروع قانون باعتبار شهر جولاي. وليه جولاي؟ لأن بيقع جوه هذا الشهر العيد القومي لمصر اللي هو 23 يوليو. يوليو. يا ومر القانون بجهد خارق لشريف ومكتبه والمساعدين بتوعه، واتخذت الموافقة عليه في جلسة تاريخية للبرلمان، برلمان أونتاريو. أنا كان لي شرف إن أنا أكون حاضر هذه الجلسة. لما تلاقي يا ريتنا كنا حطينا الفيديو بتاع الجلسة دي يعني. موجودة على صفحة الفيسبوك بتاعتنا وعلى الموقع بتاعنا. تمام، لو كان في فرصة نعرف عايز نجيبها. أقول لك يا آه، مجدي أنا كنت حاضر، وتخيل لما يقعد برلمان أونتاريو أكتر من ساعة كل الأعضاء بيتكلموا عن مصر والمصريين. أنا أتذكر كان قاعد جنبي
السفير حسام محرم القنصل العام جميل السابق. طبعا، ده بنوجه له كل تحيه، كان قنصل جميل جدا، والحقيقة احنا من بنكن كل احترام ليه بصراحه. كنا يعني يعني من الانفعال والفخر، كان نفسنا نسقف، بس قالوا ممنوع التصفيق لأنه غير مسموح به بروتوكوليا إلا لأعضاء البرلمان. آه، أنا فاكر السفير حسام محرم قال لي جملة، قال لي أنا في حياتي الدبلوماسية كلها ما شفتش ده. فالحقيقة يعني كل التقدير للنائب شريف سبعاوي اللي أدخل مصر والمصريين في كندا في بؤرة التاريخ. دخلنا من بوابه كبيره جدا، وتحقق حلم كبير لمصريين كتير ان يبقى فيه مهرجان مش وشهر مهرجان، ده شهر بحاله، بحاله، وفي تراث بيتقدم. ومسجل في الدستور الكندي أو دستور أونتاريو كأوفيشال سيلبريشن. يعني طيب قول لنا بقى ايه الفعاليات، وبيبتدي اول حاجه بتتعمل هي ايه؟ هي كان أول حاجة سنة 2019. طبعا هو ده مش مجرد إيفنت، يعني ده يعني شهر بحاله وصدر بيه قانون، يعني في هيفضل فعاليات مدى كتيره. الحياة. اه فكان لازم يكون في جهة م. مسؤولة ترعى هذه الاحتفالات وتنظمها. فتم إنشاء الهيئة الكندية للتراث المصري، وكان ليا شرف إن أنا قمت بإجراءات تأسيسها، واختار ليها الحقيقة مجلس إدارة على أعلى مستوى. عايزين نعرف على رأسهم مين، لانهم طبعا مجموعه يعني محترمه جدا. رئيس مجلس إدارة هيئة التراث هو الدكتور مجدي دكتور مجدي نشأت. نشأت طبعا يعني هو غني عن قيمه التعريف قيمه وقامه كبيره جدا لكل جدا. المصريين اللي موجودين وفي معانا في الدكتور الخارج هاني والكلام. شنودة، دكتور هاني شنودة برضه من طبعا. الشخصيات السياسية والاجتماعية الكبيرة، يعني انفولف في عديد من المنظمات. معانا برضو الزميل مجدي يشوع الزميل برضه. مجدي يشوع، مجدي يشوع طبعا يعني بنوجه له كل التحيه. متعدد المواهب، في كل حته تلاقيه في كل واللي مكان. أفاد الهيئة وما زال بيفيدها إلى يومنا هذا. طبعا. معانا برضو الدكتور محيي شاكر، وده أحد الشخصيات اللي كان بيتعامل مع اليونايتد نيشن في مشاريع كتيرة، وعنده خبرة الحقيقة برضو هايلة بنستفيد منها دايما. تمام. وبعد كده انضم لينا بقى في ناس يعني كتير قوي ناس دخلت كتيرة دخلت تساهم. وانضمت وساهمت وأنجزت وعملت إنجازات كتيرة. انا بحس ان هيئه التراث انه اي حد موجود في الجاليه المصريه موجود جوه الهيئه، ده يعني اي حقيقي، حد ده ليه حقيقي. كلمه بيقدر واحنا يشارك، حريصين يقدر ان يتفاعل في احنا يعني الفعاليات. بنضم معانا هم مش كل. بس مجموعه موجوده لوحدهم في حته. لا 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 لا, لا. وكل سنة بيخش معانا ناس اكتر. وعلى فكرة انا عايز يعني انتهز فرصة البرنامج وادعو كل المصريين مهما كانت مواهبهم انهم يتواصلوا معانا ويبنوا معانا هرم مصر اللي في كندا. طبعا دي رساله موجهه لكل اللي بيشاهدنا كل من الجاليه المصريه. المصريين بكافة أعمارهم، ومهما كانت التالنتس اللي عندهم والخبرات اللي عندهم والكفاءات اللي عندهم، احنا بنرحب بيهم ينضموا ويقولوا أفكارهم ويساعدوا ويحققوا أفكارهم في كل المجالات، طب موسيقى، هو رسم، تمثيل، تصوير، كل حاجة. هو السؤال البديهي ازاي؟ يعني احنا كواحد مثلا شاب صغير او شابه بتعزف بتغني عايزه تشارك او عايز يشارك، يتواصلوا معانا ازاي؟ ممكن عن طريق الفيسبوك مثلا، الفيسبوك، ممكن او على صفحه صفحتنا. هيئه التراث. لو دخلوا على الفيسبوك Just the Canadian Egyptian Heritage Association يقدروا يبعتوا لنا اي رسالة، او الايميل بتاعنا، او رقم التليفون بتاعنا. يتواصلوا معانا واحنا نرحب بيهم كلهم واهلا بيهم مهما كانت اعمارهم. تمام. ودي حاجه كانت يعني ناس كتير قوي بتسأل عليها. احنا بنشوف الفعاليات بس احنا ما بنشاركش فيها، احنا عايزين نشارك فيها، فدي فرصه حلوه انهم ده يبقوا كمان النهارده. في ناس لسه ما خدتش معلومات كاملة أو كافية عن هذه الفعاليات، عشان كده يعني كل اللي عنده فعاليات مطلوب منه كدور إن هو برضه ينشر هذه الفعاليات ويبلغ بيها الناس. طب عايزين ناخد كده في عجاله كده زي ما بيقولوا نقط ايه هي الفعاليات، عشان انا دايما بحس انه شهر 7 ده، احنا دلوقتي في شهر 6 بس انا بحس ان شهر 7 ده جه وخلص،
بالنسبه لنا احنا، بالنسبه لكم انتوا اكيد بتحضروا وبقالكم احنا فتره الحقيقه طويله. السنه دي ابتدينا بالتحضيرات من شهر فبراير، يا والحقيقه كان كل سنه لينا يعني سيستم معين. احنا طبعا 2019 كنا ابتدينا يعني متاخر شويه بعد ما انشئت الهيئه وصدر القانون، ولكن حصل مجموعه حاجات من ضمنها ان لاول مره رفعنا العلم المصري لاول مره في تاريخ كندا في البرلمان في في اونتاريو. في ساحه برلمان اونتاريو، وكان معالي السفيره معالي السفيرة نبيلة نبيله مكرم مع مكرم. وفد عالي المستوى يا من مصر حضر، يا وكان الحقيقة فعاليات قوية جدا ده كان يوم جميل وكلنا جدا فاكرينه. جدا. كل اللي كانوا فاكرينه وعايشين في الوقت ده كانوا حاضرين هذا الايفنت. ده حقيقي، ده يا حقيقي. وبعد كده السنة اللي بعدها سنة 1920 2020 اتصدمنا طبعا بالبانديميك بتاع الكوفيد، بالكوفيد فقلنا عملتوها. لا مش هنقف. مم. فكان في بلان جاهز، بلان بي، اللي كانت المؤشرات ابتدت تبان، فابتدينا نعمل فيرتشوال ورك، وتواصلنا مع أكبر شخصيات في مصر من فنانين، أدباء، يا سياسيين، شخصيات، واللي يخش على صفحتنا هيشوف كم هائل يا من هذه اللقاءات. يا انا اتشرفت ان انا كنت بعمل انترفيوز برضو مع ده بعض حقيقي، حضرتك شاركت الفنانين. معانا من أول سنة، يا ومعانا الفنانين اللي اشتركوا معانا كلهم اللي هم يعني التوب. يا قيمة وقامة احنا كلهم يعني. كل سنة بيبقى معانا مثلا يا واحد زي فنان الفنان محمد الكبير صبحي محمد صبحي. كان موجود شارك. انا فاكر انا عملت انترفيو كان مع آه، مين يا ربي فكرني. اعتقد هلا صدقي. هالة صدقي، هلا ايوه صدقي، مظبوط. ايوه، تمام انا تمام افتكرت. تمام. يا فعملنا شغل الحقيقه يعني فيرتشوال يعني غير مسبوق، وجينا في 2021 كان لسه برضو الامور يعني ما زالت في يعني الاغلاق، فابتدينا برضو فيرتشوال، وفجاه في نص جولاي فتحوا التجمعات، مم. فكان مطلوب ان احنا نعمل اي حاجه على الارض. عملنا اول فيستيفال مصري في الكرويشن بارك في ميسيساجا، تم ترتيبه في اسبوعين فقط. ده كان جميل وكان الجو كان يوميها حلو. جميل كان لا ايفنت حلو. لا، الجو ده كان يوميها كان فيه مفروض اه ان في ستورم. بس ربنا اراد يعني الدنيا ربنا تبقى حلوه. الحقيقه كان يعني حنين ما علينا يعني. رضاش يضيع تعبنا، وعدت حلو. وحدثت معجزه من ربنا ان المطر يقف عكس ما الارصاد بتقول، من 10 صباحا ل 7 مساء هي فتره الفيستيفال. طب ده كان شيء جميل فعلا. كان ايفنت جميل. وتقديرات الناس اللي حضرت في اليوم كان ده هايل. كان حوالي 4500 او يا 5000. انا فاكر ده كان ايفنت حلو. السنه اللي فاتت عملنا الحقيقه مجموعه من الفعاليات مم. في كذا مكان وانتهت، والاول مره عملنا المهرجان المصري في اللي هو الايجيبشن فيستيفال في سيلبريشن سكوير، مم. وده برضو الحقيقه تم في وقت قياسي يمكن 17 يوم، لان ما كناش عارفين ناخد الريزرفيشن بتاعه الميدان، ولكن فجاه يعني احد الجهات اللي كانت حاجزه الميدان اعتذرت على اخر وقت فخدناه. وبرضو المصريين لما بيحطوا في دماغهم حاجه بيعملوها. ده طبعا ده اساسي. واتعمل السليبريشن سكوير. عايز اقول لك ان بعض المسؤولين في سيتي اوف ميسيساجا قالوا لنا انتوا عملتوا ميركل، مم. قالوا لنا انبهروا انتوا مش هتقدروا تعملوا حاجه. بالحدث ده لان كان وقت ده قليل جدا اللي لكن ادوكوا فيه. اتعمل، انت يمكن شفت يا التسجيلات او يمكن آه. حضرت، كان حاجه الحقيقه كانت مشرفه جدا. طبعا طبعا. والسنه اللي قبل اللي فاتت انا نسيت اقول ان احنا دخلنا معانا كل الناس اللي تقدر تقدم برودكشن فيرتشوال، مم. فدخلوا ناس كتيره جدا، موهوبين كتير جدا، عملوا بقى افلام تسجيليه وعملوا حاجات كتيره كانت الحقيقه رائعه. انا شايف انه كل مره بنتعلم من المره اللي قبلها وبنضيف جديد. يعني انا شايف انه كان
كان في بعض النقد بيقولوا ان هو محظور على مجموعه معينه في الاول خالص، انما دلوقتي انا شايف انه سوشيال ووك ليه مكان، اي جي كان ليه مكان، كل جروب او كل تجمع مصري بيشارك بشكله وبموضوعه جوه المهرجان. اسمح لي اصحح مصطلح، هو ما كانش محظور، مم. هو ما كانش لسه منتشر يعني. انتشر واتعرف، وبعد كده احنا حرصنا، وده يمكن كان دوري ان انا يعني في انه العلاقات يتفتح العامه، ان يتفتح ان احنا المجال بقى لكل نتفتح الناس. المجال لكل الناس. احنا شايفين الناس شاركت معانا من اوتوا يا في 2021 ومونتريال، يا والسنه دي برضو سان كاترين، انا سامع السنه دي هيبقى السنه في دي في برضو سان سان كاترين. كاترين هيبقوا اه موجودين. اه طيب. وعملنا فعاليات يا مجدي في مم. سنه 2021. عملنا فعاليه هي الاولى في تاريخ كندا، مم. ان احنا استطعنا في افتتاحيه شهر التراث ان احنا نضيء رمز كندا اللي هو السي ان تاور بالوان علم مصر. ده خبر جميل، بس انا سمعت كمان ان نايجرا فولز نياجرا مضيئة بعلم فولز مصر. برضو يعني كذا سنة، آه. وان شاء الله برضو السنة دي بتنور بنياجرا فولز. بس الحقيقة يعني كان موجود برضو من ساعات السفير. طبعا ده كان مم. موجود من السفارة، ولكن الحقيقة هو الجهد اللي كان كبير جدا ان احنا ازاي نحصل على موافقة السين تاور. السي ان تاور، لان ده رمز كندا. اه يا وده العلم بيتعطى لأي منظمة مرة واحدة في العمر، مم. والميديا العالمية كلها اتكلمت عنه. طبعا كان حدث كبير جدا. كتبت سي ان عنه تاور الفيجارو الفرنسية، الصحف المصرية مضيء والمواقع بعلم كلها، مصر يعني. ان السي ان تاور ويضيء بعلم مصر. وعملنا فعالية تحته رغم الكوفيد، يا وجبنا بقى في موسيقى موسيقى وبتاع، وغنى وعملنا الحقيقة كان يوم كده. يعني مشهود. طبعا كل ده الكلام ده موجود وموثق على صفحة هيئة التراث المصري في كندا، اللي يحب يرجع لها يلاقي كل الفيديوهات القديمة دي لو حب يعني. بس الناس بقى دلوقتي عايزة تشوف اللي فات حاجة، إنما كله بيأمل للجديد، وإحنا عايزين نجهز الناس من دلوقتي إنهم يبتدوا يجهزوا وقتهم ويبتدوا يعرفوا بالمواعيد، عشان ما يبقاش لينا حجة يعني زي ما بيقولوا. نبقى عارفين إيه الفعاليات ومواعيدها، وعايزينها تبقى منتشرة من بدري على صفحات السوشيال ميديا، بحيث ان كل زي اي حد بيبقى في ايفنت بيتعمل قبلها بشهر نبقى عارفين ايه المواعيد. تعال ناخدهم واحد واحد في شهر 7. قبل ما نتكلم على الايفنتات، اقول ايه التوجه السنة دي. انما نبتدي بالتوجه بعد كده نخش على التوجه السنة دي ان احنا ادخلنا معانا مشاركة من اغلب المنظمات المصرية الاجتماعية والتجمعات السوشيال ميديا، ان كل جهة منهم او تجمع منهم هيقدم حاجة. تمام. زي ما انا اتكلمت باسامي بالظبط. معينه مثل فيه. ده يعني ده التوجه بقى واضح وبقى صريح جدا ان احنا مش لان هنشتغل من مصر غير. بتاعتنا كلنا. بالظبط، كل الناس بتقدر تشارك وتساهم. وعايز اقول لحضرتك ان احنا لما تواصلت مع الناس دي كان منتهى الحماس. طبعا احنا دعينا اجتماع لرؤساء المنظمات دي والتجمعات دي في شهر فبراير. حضر هذا الاجتماع أكثر من 35 ممثل لجهة. وادي النيل نادي النيل. نادي النيل نادي النيل الحقيقة من أول سنة مشارك معانا دايما من اول في ده ناس حقيقي. جمال جدا لأن هو كمان هو من ومحبين. أقدم المنظمات الاجتماعية اللي موجودة في كندا هنا. وإيجي كان وغيره. إيجي كان وسوشيال ووك وسوشيال ووك وغيره. آه. من غير ما نذكر ما ننسى حد يعني، بس السنة دي البروجرام خلاص يعني اولموست بيتجهز وهنعلن عنه، ولكن خليني اعمل هايلايت. اليوم السادس عايزين نعرف قبل ما الموضوع ده يبقى في كل حته نعرف اليوم السادس. اول ايفنت هيحصل اللي هو هيكون يوم جولاي 7 جولاي. ده هيبقى رفع العلم امام برلمان اونتاريو. وهنا في ملحوظه، في السنين اللي فاتت عشان كان في البانديميك ما كانش مصرح بعدد كبير يكون موجود. السنه دي all the Egyptian invited ان يجوا يحضروا. ده بقى يعني انا رجاء مني من اليوم السادس الشخصي، اي حد فيكم في ميعاد بيتعمل الصبح في وقت الشغل، بيتعمل الصبح يوم الجمعه ولكن في ترتيبات ان احنا نحاول نرتب
أتوبيسين أو 3 يتحركوا من كذا نقطة في مسيساجا في مثلا. ميسيساجا، ويمكن الناس اللي عندهم وقت اللي هم السينيورز فدول يعني بيبقى يوم جميل جدا، وان شاء الله الجو يبقى هييجوا كويس. يشرفونا ومعاهم أحفادهم. يا وفي مفاجأة السنة دي إن بعد مراسم رفع العلم قدرنا نحصل على تصريح بدخول مبنى البرلمان وعمل زياره تور ليه. برلمان أونتاريو مبنى عريق، ده مبنى قديم تاريخي يعني وعلى جميل فكرة جدا. هو تاريخه يقترب من تاريخ إنشاء البرلمان المصري، مم. يعني بينهم مجموعة سنوات قليلة. هو هو مبنى برلمان عريق يعني فدي فرصه حلوه للناس اللي ما جدا زارتش جدا. البرلمان في اونتاريو انها تحضر ايفنت مصر. وهيخشوا يعني جوه البرلمان وهيتعمل لهم تور، وبنرتب كمان حتى التور يكون باللغة الإنجليزية والعربية. طيب طيب. قبلها بيوم في ترتيبات ان يتعمل برضو حاجه كده ايفنت او زي جالا دينر او حاجه زي كده. ده الافتتاح اللي هو المعلن قبل الافتتاح، قبل رفع العلم، يوم قبل 6 يوم 6 جولاي. ايوه تمام. بعد كده في يعني احنا كهيئه تراث مشتركه في مجموعه من الفعاليات برضو، يعني احنا بنشرك معانا ناس واحنا بنشترك مع ناس. في عندنا برضو في جولاي 21 جولاي هيكون في ايجيبشن نايت في احدى المطاعم الكبيره غالبا في مدينه برلينغتون. هايل. ودي هتبقى فرصه ان الناس كلها تتجمع في حفله، وهيكون في اغاني بقى انترتينمنت وهيكون مصريه في اكل مصري واكل وهيكون مصري. هيكون في حاجه كويسه جدا. هايل. يوم بقى 22 و23 اللي هو السبت والحد جولاي هيتم افتتاح فتح المتحف المصري اللي موجود في ميسيساجا. والحقيقه ان في ناس كتيره ما تعرفش ان احنا عندنا متحف مبهر من اقوى ما يمكن. على فكره انا سمعت التعليق ده من زملاء كتير قوي. كتير منا ما يعرفش انه في متحف مصري في ميسيساجا. يعني انت ممكن تروح اللوفر تلاقي منتجات مصريه، او منتجات ايه، بتلاقي اثار مصريه موجوده جوه اللوفر. بتلاقي في مصر طبعا المتحف المصري الكبير، بتلاقي متحف التحرير، بتلاقي كل الاثار المصريه. ولادنا مش اكسبوزد للاثار دي، ما بيشوفوش، ما بيبقاش عندهم فرصه الا لما يسافروا بره. فلما تبقى موجوده في ميسيساجا ده موجوده بكم كبير بمساحه هايله. وهتشوفوا مثلا قناع توت عنخ آمون صورة طبق الأصل. طبعا هي مش الأصل طبعا، مش الأصل طبعا، ولكن هي كوبي طبق الأصل من هذه الآثار. هيشوفوا بعض الفرنيتشر الفرعونية، هيشوفوا مومياوات، هيشوفوا قناع توت عنخ آمون، حاجات كتيرة جدا جدا. المتحف مبهر ورائع. هيتفتح يومين مجانا. ده يوم ايه بقى ويوم ايه هيتفتح؟ يوم 22 و23 جولاي. دول هيبقوا مجانا مجانا اللي هو في الكنديان كوبتيك سنتر 2 اللي هو في ميسيساجا رود. ايوه رود، ارض المعارض، او بيسموه كوينز رود، اللي هو اكستنشن بتاع ميسيساجا رود بالظبط. بعد ما نعدي بريطانيا. اسم ممكن يلخبط، لكن هي CC2 او كنديان اللي تابعنا على الصفحة بتاعتنا هيلاقي البرامج والإعلانات بتاعت كل الفعاليات دي موجودة. تمام. بعد كده هيبقى عندنا في الأسبوع الأخير بقى من أغسطس، والحقيقة كنا نتمنى إنه يكون ده في جولاي، بس الحقيقة عشان الحجز بتاع سيلبريشن سكوير يعني مش سهل. هيكون عندنا تالت ايجيبشن فيستيفال لمدة يومين في السيلبريشن سكوير. هيبقى جمعة وسبت. هيبقى جمعة وسبت. تمام. في ويست سيلبريشن سكوير في داون تاون ميسيساجا. وده يعني اللي هو بقى الفيستيفال الضخم الكبير واللي هيبقى فيه مفاجآت وانترتينمنت على أعلى مستوى. ودي أخبار جميلة نقول لكل السادة المشاهدين. ودي على فكرة ممكن تبقى ميزة، لأنه في بعض المشاهدين ممكن يبقوا أجازات في شهر 7، فاللي ممكن يرجع منهم هيرجع في شهر 8 يقدر يساهم ويشارك في الفعاليات، ما تبقاش الدنيا خلصت عليه. انت في حاجة نسيتها 30/6 في حاجة؟ 30/6 هو يعني مش ايفنت قد ما هو هيكون زي
announcement أو مؤتمر صحفي إعلامي اه هنعلن فيه عن البروجرام بدايه ده بداية الشهر والبروجرام initiation بتاعه. فعاليات. هيدعى عليه كل الميديا العربية والمصرية والأجنبية مم. على أساس نعلن انه في فعاليات هتتم. الفعاليات الشهر وترتيباتها إيه وكده. ده كلام جميل جدا. بوجه رسالة لكل مصري بيشوفني النهارده وعايش في كندا وبالذات في اونتاريو، ان احنا ممكن نجي لك كمان سان كاترين. انت قلت ان احنا هنغطي احنا فعاليات. هنغطي برضو واحنا داخلين از سبونسر في سان كاترين يوم آه، حضرتك الأجندة في إيدي أهي. في جولاي 14 و15 و16 3 أيام. هنغطي فعاليات في برضه في، يعني احنا مش بس هنبقى جوه. وهنغطي فعاليات برضو مع اللبنيز اللي هو سانت شاربل فيستيفال. هنشارك احنا هنشارك فيها برضو. مع اخواتنا من لبنان. وهنشارك برضو مع الحلال ريف فيستيفال. ريفست في داون تاون ميسيساجا. يس يس يس. فاحنا كده بنقول للناس indirectly احنا هنيجي نشارككم بفعاليات مهرجان التراث المصري. ده معناها رسالة واضحة لكل الجالية العربية إنها تيجي تشارك معنا في الفعاليات المصرية اللي بتتعمل، سواء كانت زيارة المتحف المجاني، سواء كان رفع العلم المصري، سواء كان الاحتفالية اللي هتتعمل في سكوير 1 في السليبريشن سكوير، سواء كان كل الفعاليات اللي ممكن نشارك فيها في مهرجان التراث المصري. وعلشان المتابعة احنا عملنا فكرة الحقيقة ان يكون في زي فري ممبرشيب هتنزل على صفحتنا خلال ايام معدودة. اي حد هيخش على اللينك ده يسجل بياناته هيجيله على طول باستمرار نيوزليتر بكل الاحداث اللي بتحصل والفعاليات والحاجات دي يبقى هو اوير بيها. ده كلام جميل جدا، وفي ترتيب حلو قوي السنه دي انا شايفه وحاسه، وفي شغل بيتعمل من فبراير اللي فات. فيا ريت يا جماعه كلنا نتعاون ونشارك ونبقى متفاعلين مع فعاليات مهرجان التراث المصري اللي السنه الخامسه على التوالي رغم وجود الكوفيد. انا عايز اقول حاجة. اتفضل. انا مش مجرد عايز ادعو المصريين للحضور او العرب، انا عايز الاجانب. طبعا دي فرصه حلوه. هيئة التراث وهذا القانون صدر علشان ننشر الحضارة المصرية اللي العالم كلها بيحني رأسه ليها وسط المجتمع الكندي. تمام. فأنا عايز كل شخص مش هو يجي وبس، يجيب زملائه في العمل، yeah. يجيب جيرانه أيا كانت جنسياتهم، yeah. يشوفوا حضارة مصر ويشوفوا إيه اللي بيحصل ويشاركونا ويبقوا متابعين معانا، لأن حضارة مصر الحقيقة بتبهر الناس كلها. عندك حق. يعني إذا كان إحنا دلوقتي بنقول للناس المصريين تعالوا شاركوا في الفعاليات بتاعة المهرجان المصري، فبالأولى كمان إن إحنا كمصريين نخلي جيراننا من كل الجنسيات اللي موجودة ومن كل الطوائف ومن كل الأمم يشاركوا معانا في المهرجان التراث المصري. أنا بشكرك جدا على أنا بشكرك وجودك يا معانا في مجدي، اليوم السادس. وبشكر اليوم السادس وبشكر حضرتك على الاستضافة ديت ووضع هذا الحدث على خريطة البرامج بتاعتك. انت دايما يا استاذ البير مهموم بمشاكل المصريين. انا عارف كمان حتى ان انت بتساهم كتير في تعرف المصريين بيحبوا يبقى عندهم اجراءات ورق، توكيلات، استخراج دوكيومنتس من القنصليه. انت دايما بتسعى دايما ان انت تتواصل مع القنصليه وتتواصل مع يعني المصريين في بكون الخارج، زي حلقة وصل تحل مشاكل كتير قوي. لأن فده أنا يعني حاجه نشهد بيها أشكر ليك. ربنا على علاقة يعني كويسة جدا مع القنصلية والسفارة. فالحقيقة لما يكون حد عنده أي مشكلة يعني بحاول إن أنا يعني، والحقيقة هم بيراعوا النقطة ديت. وإحنا عندنا القنصلية والسفارة حاليا نقدر نقول إن ده الوقت الذهبي للسلك الدبلوماسي في مصر. احنا بنلمس ده المصري جدا. هنا في كندا. مش بس حاليا بمعنى اللي هو الشهور دي، لا ده بالسنين اللي فاتت
احنا بنلمس من طفره السنين اللي فاتت فعلا. من الفتره ال5 سنين بعد ده بيبقى في الثوره حالات المصريه إنسانية في 7 أحيانا 8 سنين. نتواصل في معاهم يعني بيحلوها في نو تايم. انا اكاد اجزم باكد على كلامك، وانا شفت ده بعناية، وانا برضو كنت جالي نصيب ان انا اشارك في ده، وشفت قد ايه كان رد فعل كل القائمين على خدمة المصريين في القنصلية المصرية او السفارة في اوتوا، سواء كانت القنصلية في مونتريال او السفارة في اوتوا. ودايما بنكرر الطلب والنداء ان احنا يبقى عندنا قنصلية في تورونتو. احنا مش هنبطل نطلب الطلب ده. هو اللي أنا فهمت إن هو يعني جاي ان شاء الله جاي، بس يمكن جاي من مصر ماشي. على مهلك، يوصل بالسلامة. واحنا منتظرين تعليقاتكم وافكاركم وارائكم زي ما قلنا، ومشاركتكم الفعلية في الفاعليات الجاية في مهرجان التراث المصري في كندا اللي بيتعمل للسنة الخامسة على التوالي. كان معايا ضيفي النهاردة في الاستوديو الأستاذ البير فهمي. بشكرك على وجودك النهاردة معانا، عضو مجلس إدارة الهيئة المصرية الكندية الكندية للتراث المصرية المصري. للتراث، الهيئة الكندية للتراث المصري. وبشكركم أعزائي مشاهدي اليوم السادس. تصبحوا على خير. شكرا.